صباح الخير تونس، صباح الخير أحبتي، رفاقي، أصدقائي، عائلتي، صباح الخير لكل التونسيين والتونسيات. أحييكم من باخرة حنظلة في يومها الثالث. نحن نسير بثبات نحو غزة، عازمون على إنهاء مهمتنا، متمسكون بنبل قضيتنا، مؤمنون بعدالة قضية فلسطين. قبيل انطلاق الباخرة في ميناء غاليبولي تعرضت الباخرة إلى محاولتين للتخريب: ربط حبل في المروحة الرئيسية للمحرك، ثم ضخ مادة الأسيد سلفوريك في المياه التي كنا بصدد ضخها في الباخرة. ولكن ورغم ذلك كان هنالك إصرار وتمسك بالمهمة. كان اليوم الأول متعب واليوم الثاني متعب، المياه متقلبة، البحر والأمواج عاتية، الباخرة صغيرة، ولكننا عازمون من كل الجنسيات، من أستراليا، من تونس، من أمريكا، من النرويج، من إسبانيا، من إيطاليا، من كل الجنسيات، عازمون أن نصل إلى غزة من أجل تحدي الحصار الظالم المفروض على غزة، من أجل أن نقول لا لحرب الإبادة الجماعية، لا للحصار، لا للتقتيل، لا للتجويع. المجد والعزة لفلسطين.